وما لاقوش حد ينصبوا عليه غير العبد لله. فأنا قُلت على طول آجي أبوّظ لهم النصباية بتاعتهم. خلّي بالكم من الطريقة الجديدة. أنا اتصل بيّا واحد أول امبارح، ألو أيوه يا فندم، بعد إذنك أنا غصبٍ عني حوّلت لك دقايق رصيد على الحساب بتاعك ب180 جنيه، وفعلًا أنا غصبٍ عني، فأرجوك حوّل لي الفلوس. ده أنا غلبان، ده أنا عسكري في الجيش، ده أنا واقف في الكانتين والضابط هييجي يلاقي العُهدة راحت منّي ويبتدي يصعبن عليه. طَب يا سيدي أنا أعرف منين إنك حوّلت لي؟ ما هو بُص على الرسالة اللي جات لك، أكيد هتلاقي رسالة. وفعلًا فتحت لقيت الرسالة اللي أنتم شايفينها دي. الرسالة دي شبه اللي بتيجي من الاتصالات، بس خلّي بالكم الرسالة دي جاية منين؟ جاية من الرقم اللي اتصل بيّا، وأهو باين الرقم بتاعه. سيّحوا له واعملوا له share يمكن توصل لحد من اللي شغالين في قسم مكافحة جرائم الإنترنت ويقبضوا عليهم، وأنا هاسيّح له أهو. لكن لعبته في إيه؟ في إن الرسالة شبه فعلًا اللي بتيجي من شركة الاتصالات، وإنه بيلعب عليك على جزئية تانية. ما هو المبلغ عبيط 180 جنيه، مين هييجي في دماغه إنه في حد بينصب عليك 180 جنيه؟ إحنا اتعودنا إن كانوا بيدخلوا علينا يعملوا حركات ويعملوا أفلام عشان ياخد الرقم السري بتاع الكارت الفيزا بتاعك ويسحب مبلغ. هم ولاد الصيعة بيعملوا إيه؟ ياخد منك مبلغ زي دوّة وياخد من غيرك، يجمّع معاه 100 نفر، 500 نفر، عمل مبلغ في اليوم، وفي النهاية هو مش خسران حاجة. فخلّي بالكم يا جماعة. والموضوع ليه تفاصيل كتير أنا حكيتها في لايف أول امبارح، لإن الراجل ده أنا سجّلت له بقى وبقى في بيننا حوارات وشتيمة وجَو كده. وأنا في الأول وفي الآخر كنت هاقع في الغلطة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نجّاني منها. فقُلت أطلع أقول لكم وأعمل لكم الفيديو المختصر دوّة علشان تشيّروا وعشان توصّلوه للناس، يمكن يُقع حد فيها من اللي أنت تعرفهم. فخلّي بالكم، هتلاقوا اليومين دول واحد بيتصل يقول لك أنا غصبٍ عني حوّلت لك دقايق. اللهم آمين، مش هناكل حق حد. لكن بُص على الرسالة اللي جاية لك وبُص على الرصيد بتاعك، هل هو اتشحن والّا لأ؟ وشوفوا الرسالة جاية لكم من شركة اتصالات فعلًا، الرقم اللي مبعوت منه هي الشركة والّا الرقم اللي اتصل بيك؟ لو لقيتها جاية من الرقم اللي اتصل بيك قُل له أمك في العش والّا طارت، إيه ياخد منك مبلغ صغير، وأنت في النهاية هتتعامل معاه بحُسن نية. ما هو أنت مش هتاكل حق حد غصبٍ عنه بعت لك دقايق. يا ولاد اللعيبة، شيّروها وخلّيكم إيجابيين. واللي عايز يعرف التفاصيل ويشوف المحادثة اللي حصلت بيني وبينه هي موجودة على اللايف اللي طلعت بيه أول امبارح. النصابين عينيهم على جيوبنا ومش ناويين يبقوا ساكتين. ربنا يلطف بيا وبيكم ويحمينا من شر النصب والنصابين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.